السلام عليكم، انا محمد ناصر وانت بتتفرج على سلسلة قطرة من كتاب. وهنا بنلخص كتاب بطريقة سهلة وبسيطة. لو مش فاضي تقرأ تابعنا، كل اسبوع معانا كتاب جديد. لو بتحس احيانا بعدم التوازن او الضغط او الارهاق او الفراغ الداخلي، يبقى العادة دي ليك. كان يا مكان في سالف العصر والاوان، كان محمد ماشي في الغابة وشاف واحد بيقطع شجرة. وقف محمد وقال له: بقالك قد ايه بتقطع الشجرة؟ رد الحطاب وقال له: 5 ساعات. رد محمد قال: طب ما تريح 15 دقيقة تسن المنشار ده وبعد كده كمل، هيقطع معاك بسرعة. بص الحطاب والعرق بيتصبب من وشه: اغرب عن وجهي ايها الاحمق، انت عايزني اضيع وقت؟ طبعا كلنا عارفين مين الاحمق. طيب لو انت رايح مشوار طويل بسيارتك الخاصة وانت عارف ان مش فيها غير لتر بنزين واحد بس، وعارف كمان ان الطريق مش فيه اي بنزينة، ومع ذلك مكمل، لو سألناك هتقول مفيش وقت احط فيه بنزين. ومن هنا هاخدك نروح للعادة السبعة والأخيرة من كتاب العادات السبع للمراهقين الأكثر فاعلية. والكاتب بيقول إن حياتك عبارة عن 4 أبعاد، لو وزنت ما بينهم كويس هتكون حياتك جنة بالفعل. ده حقيقي والله. الجسم والقلب والعقل والروح. ونبدأ بالبعد الأول، الجسم. جسمك ممكن تتعامل معاه بعناية أو ممكن تسيء ليه وتهينه، يا تسيطر عليه يا إما هو اللي يسيطر عليك. وخليك عارف أنت ما تأكل. فيه قاعدتين مسلم بيهم: أنصت إلى جسدك، اسمع بعمق إيه اللي بيتعبك وإيه اللي بيريحك. والقاعدة التانية: خليك معتدل في أكلك وتجنب الإفراط وبلاش 4 ترغفة في اليوم، الله يكرمك. التمرين من أهم الأشياء اللي هتخليك تكمل أو تخسر حياتك. لو مش بتتمرن وبتعرق، اعرف ان مع اول مشكلة هتقابلك هتقع. والتمرين ده كان سبب في ان ناس كتير تكمل حياتها برغم الخسائر والكوارث اللي حصلت لها. الكاتب بيقول: بلاش تقارن جسمك بجسم حد ولا مشاكلك مع حد، وسيبك من الفيديوهات والصور والمجلات والافلام، دي كلها حاجات مش واقعية، والواقع على الارض دايما غير مشاهد التلفزيون. البعد التاني، العقل. ده مفتاح تحرير مستقبلك. لما تنمي عقلك هيقدم ليك دايما فرص افضل، والحل انك ما تضيعش اي فرصة للتعلم، وافضل وسيلة هي انك تقرأ. القراءة للعقل زي التمرين للجسد، ما تضيعش الوقت وابدأ دلوقتي في اي حاجة تكون بتحبها، وابدأ اقرأ فيها كل يوم ولو صفحة واحدة بس. وخليك فاكر القراءة للعقل زي التمرين للجسد. البعد الثالث، القلب، وده البعد العاطفي. يعني بلاش تعمل علاقات سامة تسمم حياتك، حاول تعمل علاقات تغير حياتك، علاقات تغير منك. العناية بالقلب مهمة جدا، وبلاش كسرة القلب من الوقت للتاني اللي بتوقع نفسك فيها. علشان تحافظ على قلبك حافظ على وعدك، قدم بعض أفعال الكرم، خليك صادق، حاول تبحث عن انت موهوب في ايه، جرب وفكر انك تضحك وتتعلم وإلا هتبكي دايما. البعد الرابع، روحك. ازاي تغذي روحك؟ الله، هي الروح كمان بتتغذى؟ طبعا، دي نفس داخلية مختبئة تحت أعماق النفس الظاهرة، وفيها كل حاجة، فيها اللي بيخليك مبسوط وفيها اللي بيخليك تعيط، هي مصدر السلام الداخلي. البعد الروحي إنك تبذل جهد علشان تنتعش وتجدد النفس الداخلية دي. بيقول الكاتب: بداخل نفسي مكان أعيش فيه وحدي تماما، وهذا هو المكان الذي تجدد فيه مواردي التي لا تنتهي أبدا. التأمل في الكون وخالق الكون، العبادة لله، خدمة الآخرين بنية خالصة، تتمشى في هدوء، الرسم، كتابة مذكراتك، دي كلها حاجات بتغذي الروح وبتخليها تنتعش.
لو عشت على البيبسي والشوكولاتة لسنوات هيكون حالك عامل ازاي؟ اكيد مش كويس. ليه بتظن النتيجة هتكون مختلفة؟ لو غذيت روحك بالنفايات لعدة سنوات، مش بس اللي بتاكله، اللي بتسمعه واللي بتقرأه واللي بتشوفه، كل ده بيدخل جسمك. الكاتب بيقول انك لازم توازن ما بين الاربع ابعاد دول. ما ينفعش تهتم بجسمك وتسيب عقلك، ولا تهتم بقلبك وتسيب روحك. لازم توازن ما بين الاربع ابعاد دول كل يوم. الكاتب بيقول ان في عوائق انك تحقق توازن ما بين الاربع ابعاد دول. وقتك قدام شاشة التلفزيون او التليفون لازم تحدد وقت، لانك انت ما تسمع. نجاحك لو بيزعج الآخرين لا تبالي، وخليك فخور بتعليمك ونجاحك. ساعات اللي حواليك بيسببوا لك ضغط لأنهم عايزين منك الأحسن والأفضل. ما تخافش من الضغط ده، وأنا متأكد تماما إنك هتعرف تتعامل معاه. وأخيرا خليك طالب مدى الحياة، وخلي ليك وجبة روحية كل يوم، وبلاش تخلي الأخبار ووسائل الإعلام تأثر فيك بطريقة سلبية. خلي فيه وقت لتجديد نفسك. الوقت اللي هتضيعه في سن المنشار هيخليك تقطع الشجرة بسرعة أكتر. وأخيرا تمسك بالأمل 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 برغم الألم. وبس كده. دعمك لينا لايك، شير، وتعليق تقول لنا رأيك فيه أو الكتاب اللي عايزينه خلال الفترة الجاية. كان معكم محمد ناصر من قناة قطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.